لما كنت اعتكف بالقرى، مرة اعتكفت في قرية من القرى، بقى بيقولوا الطعام لما صنع له، طعام اللي عن روح الأموات بيجلب الحزن، لذلك ما بناكل نحن عن روح الأموات أبدا. الولائم شرعت في السرور ولم تشرع في الشرور. والحديث عن جابر بن عبد الله في مسند الإمام أحمد قال: كنا نعد اجتماعنا إلى أهل الميت وصنعهم الطعام لنا من النياحة. وفي البخاري يعد الميت بما نيح عليه، فما بناكل عن روح الأموات. والله معتكفين بالجامع على أساس جايبين معنا علبة حلاوة وصفط بيض وربطة خبز صار لها يومين عم تكسر لحالها، ما لقينا إلا جايبين لقن مليحي عليها ذبيحة والسمن العربي والكبة. خير إن شاء الله. إيه نعم، كل يوم يجيبوا لنا أكل أطيب من الثاني. يوم ما جابوا لنا الأكل تاري عن روح أموات. إي والله، بس شو ما بنعرف نحن عن روح أموات. فكنا إيه نعم شو نساوي نحن؟ نفطر على تمر، نصلي المغرب ونقعد ناكل. يوم اجى هالمنسف حاملينه 4 زلم، شو ذبيحة كبيرة كبش من هالكبار. شو بيقولوا لي؟ إن المصلين المعتكفين اللي معي شيخ موجهين عليك الله، خلينا ناكل بعدين نصلي. بقى في مادة هون بالفقه تقول: وتكره الصلاة بحضور طعام تتوقه نفسه. إذا في أكل نفسك فيها كل وبعدين بتصلي. إذا حضر العشاء والعشاء فأخروا العشاء وقدموا العشاء. نعم. فهلا مثلا إذا واحد بده يصلي الله أكبر، حطوا صينية لحمة عصروا عليها الليمون جنب منه وخبز مشروح وبلشوا ياكلوا، ما عاد مع الله الزلمة، صار عم طلع عليهم طرف عينه. كل واحد بيقسم خبزه هيك وبزتها زت عليه وبيعملها وبياكلها، عامل هون طابه وهون طابه مولينكس، ما لها عارف يصلي. فاذا سبحان الله قال شيخ ما جينا عليك، قلنا له والله عدو كله اكلنا والله وكيفنا وروقنا. واذ اجوا اصحابين اللقن اخذوه، قال شيخ اقرا لنا الفاتحه عن روح الميت. مين ميت؟ قال زلمه يخرب بيتكم. قلنا له للشباب خذوها من اللحيه، 72 ساعة ما فيكم واحد يضحك ضحكة. فعلا 72 ساعة نحن راكبنا الهم والغم. ليش؟ لأنه طعام لما صنعوه كانوا عم يبكوا إن عم يشتغلوا بالأكل. فلذلك طعام عن روح الأموات. إيه نعم. وشو بيقولوا لك بقى مشايخ السلتة؟ إيه نعم، إن شاء الله نور وإيمان. لك وين النور وين الإيمان؟ الشيء بالشيء يذكر. مرة حضرنا إيه نعم مع ناس من مشايخ السلتة، حطونا أهل البيت طابخين كوسة من الطنجرة للحنجرة، شرحت الكوساية بالنص لك الرز عم ينط بقلب الصحن قد مو سخن. ورفعت البركة من 3: من الساخن حتى يبرد، لأنه بتم تعمل شو السطعمة؟ شو بيعرفني شو السطعمة؟ رفعت البركة من 3: من الساخن حتى يبرد، ومن الغالي حتى يرخص. يوم بيكون البندورة حقها نعم 600 700 ليرة وبيوت بلاستيكية ما لها طعمة، وقت بيكون وقتها بتلاقيها ريانة والكيلو ب50 ليرة. هلا يعني نبقى ناخذها بليرة وبليرتين. ومن الغالي حتى يرخص، ومما لم يذكر عليه اسم الله ما في بركة. فحتى آكل ما أحسنت آكل. طلعت على الشيخ اللي جنب مني، هدول عاملين دورات على الأكل مشايخ الطبيخ، لقيته لك فضي الصحن تبعه. لك شلون أكل الصحن؟ تالي بيمسك الكوساية من نصها بيعضها من آخرها، تصير مفتوحة من ورا ومن قدام، وينفخ فيها بيطلع منها البخار بيزلطها. اي نعم. أكل الصحن الكوسة وأنا لساتني عم عالج بكوساية. فهدول عاملين دورة عليها. اي نعم. خبرة لك. اي نعم.